حتى لو معكش فلوس تعالى نعمل مع بعض حساب تجريبي على منصة ميتا تريدر 5 في رصيد ب 3000 دولار. ادي الخطوات، ادي الايكون زي ما انت شايف كده بتاعت التطبيق ايا كان النظام اللي انت عليه سواء اندرويد او ايفون او هواوي. بعد ما بضغط عليها بيظهر عندي تريد اكونتس اللي هي حسابات التداول ونيو اكونت. هختار طبعا نيو اكونت اللي هو الحساب الجديد، بس بحكم ان ده حساب تجريبي انت مش محتاج الوسيط، وهتختار ميتا كوتس الشركه اللي هي صممت تطبيق ميتا تريدر سواء 4 او 5. بعد ما هتختار ميتا كوتس هيظهر لك الشاشه دي وتختار ديمو اكونت حساب تجريبي. بعد ما تختار الديمو اكونت هيظهر لك بقى تحط البيانات بتاعتك، البيرسونال انفورميشن، الفيرست نيم واللاست نيم والديت اوف بيرث. وبعد كده بيقول لك هو ملحوظه مهمه جدا، you must be at least 18 years old، لازم يكون عندك على الاقل 18 سنه. لو انت عندك 17 او 17 ونص مشي حالك، ده حساب تجريبي، انما التداول الفعلي لازم يكون بحد ادنى 18 سنه سن المتداول. ادخل بعد كده الموبايل والايميل، اجي عند الجزء اللي تحت اللي هو الاكونت انفورميشن معلومات الحساب، هسيب يوز هيدج وهسيب السيرفر ميتا كودز والاكونت تايب فوركس يو اس دي، واختار الليفرج بدل من 1 الى 100 اختارها من 1 الى 50، وهاجي على الديبوزيت اخليه 3000 دولار. يبقى انا كده بقى حسابي جاهز للتداول ب 3000 دولار. وانت كمتداول مبتدئ هتحاول تخلي ال 3000 دولار دول بعد 3 شهور 3300 او 3450. معنى كده ان انت هتحقق نسبة ربح ربع سنوي من 10 ل 15%. في الحالة دي هتبقى انت جاهز للتداول الفعلي.